مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم تيلي كلوب. حلقة هذا الأسبوع سنخصصها للحديث عن متزعم ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية فريق الوداد الذي يعيش على إيقاع العديد من المستجدات سنتابعها في حلقة هذا الأسبوع. الجمهور عاد بقوة لملء المدرجات، انتدابات مضبوطة بقيادة مدرب عالمي ومركز للتكوين بعيون برتغالية. تلك أبرز مستجدات الوداد البيضاوي هذا الموسم بقيادة مكتب موسية وضع خارطة الطريق منذ تعيينه الصيف الماضي. أول الإنجازات هو عودة الجماهير للملاعب، وكما تلاحظون أنها أصبحت ترافق الفريق أينما حل وارتحل بأعداد كبيرة. هناك مركز تكوين، وفي حقيقة كان صافي واحد سنتين باش كان بدا التشييد ديالو. الآن نحن بصدد وضع آخر لمسات باش إن شاء الله يبتدأ في الموسم المقبل. هناك أيضا المصحة ديال التمريض اللي مرينا وشفتوها منذ قليل، حتى هي في طور الإنجاز. هناك بزاف الأمور بما فيها أبواب حديدية وإعادة ترميم مركب ليصبح مركبا يليق بسمعة وتاريخ الوداد الحافل. أولى خطوات الاشتغال بدأت بالتركيز على الجانب المالي من خلال تخليص الفريق من مجموعة الديون اعتمادا على التعاقد مع مجموعة من المستشارين ذخروا اعتمادات مالية هامة منحت المكتب المسير أحقية التفكير في مجموعة من المشاريع أبرزها التعاقد مع مدرب عالمي جون توشارك، المدرب السابق لريال مدريد الذي يشتغل من أجل الألقاب ولا يقبل بالوصافة، والمدرب الذي سبق وأن أشرف على عميد المنتخب الوطني السابق نور الدين النيبت بديبورتيفو لاكورونيا. تم اختيار المدرب توشاك، تم اختياره لأنه كان بالنسبة كما رأى المكتب المسير أنه رجل المرحلة. كان ينبغي أن يكون بفريق الوداد الرياضي مدرب أجنبي، وكان ذلك، ونحن الآن كما تلاحظون على الطريق الصحيح. ما دون نتمنى من الله تعالى أننا نكملوا في هذا الطريق هذا بغية تحقيق الأحلام ديال جميع الجماهير الودادية وبما فيها نحن، لأننا نحن قبل ما نكونوا مسؤولين رحنا جماهير ديال الوداد. En ce moment, si on est premier, c'est parce que tout le monde répond aux expectatives qu'on nous a confiées. Moi, je suis très content d'être premièrement au Maroc. Comme vous savez, je suis né à Fès. Pour moi, être au Wydad, la meilleure équipe du Maroc, c'est un privilège. Alors, je suis vraiment satisfait d'être participant du staff du Wydad. تعيين طاقم تقني جديد تلا الإقدام على مجموعة من الانتدابات كلفت الخزينة المالية للنادي مع تجديد الثقة في اللاعبين الشبان بتوقيع عقود تتراوح مدتها ما بين 4 إلى 5 سنوات، منهم من التحق بالفريق الموسم الماضي وآخرون منتوج خالص لمدرسة الوداد. كان لزاما على فريق الوداد الرياضي وعلى المكتب المسير وهو من استراتيجيته بالضبط أن يمضي عقودا جديدة مع لاعبين شبان، لأنه كانت ليماج أو المثل ولا المثال اللي أدى الهجهوج على أرضية الملعب ورفاقه الشبان هو اللي دفع بفريق الوداد الرياضي أنه يثيق بأنه عنده من الخزان وعنده من اللاعبين الكبار الذين سوف يعوضون يوما ما الهجهوج. وأنا كنذكر بزاف اللاعب الهجهوج لأنه في حقيقة لاعب كبير كما هو عزيز على جميع الجمهور الودادي. أنا كنكن ليه احترام كبير. تجديد الوصال مع سياسة التشبيب وإعطاء الفرصة لأبناء المدرسة كان سببا مباشرا في التعاقد مع مدير تقني جديد البرتغالي كابيلا خلف لحسن بن عبيشة الملتزم مع المنتخب الوطني الأولمبي. الإيطالي البرتغالي ابن المدينة نفسها لجوزي ماو مدرب رجاء يراهن على مجموعة من الأشياء ويسعى إلى تطبيقها على أرض الواقع. Maintenant, les détails, je commence à travailler avec l'espoir, avec l'entraîneur
d'espoir, Mosandao. Après, je commence à travailler avec les juniors, cadets et minimes. Je pense qu'il y a un projet global pour faire que les jeunes de Wydad pouvaient une possibilité pour travailler avec les premières équipes. C'est un projet très intéressant. Il y a la qualité, principalement que je connais bien l'espoir. Nous sommes maintenant avec les rivales la première position, je pense. Et je suis content avec le projet. مشروع التكوين وتوفيره في الاشتغال بالنسبة للفريق الأول يتوقف على توفير بنية تحتية قوية تشمل تعدد الملاعب وتشييد المزيد من المرافق بالنسبة للمؤطرين ولاعبين مختلف الفئات الصغار للوداد البيضاوي. On est content de tout ce qui se passe. C'est vrai que pendant 4 mois, il faut travailler dur. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à connaître réellement le club, la façon de gérer le club, la façon d'entraîner. Les joueurs sont différents à ceux qu'on connaît en Espagne, mais pour nous, c'est plus ou moins la même chose. On joue 11 contre 11, comme dirait Toshak. Et vraiment, pour nous, il n'y a pas de différence entre le football européen et le football marocain au niveau des entraînements. الأكيد أن توفير السيولة المالية وتقوية البنية التحتية وكذلك الاهتمام بجانب التكوين يبقى من الأشياء اللازمة داخل كل نادي، كما هو الحال بالنسبة لفريق الوداد السعي كذلك إلى المصالحة مع زمن الألقاب التي غابت عن خزانة النادي منذ سنوات. للحديث عن مستجدات فريق الوداد البيضاوي استضيف اللاعب الدولي السابق ولاعب فريق الوداد البيضاوي حسن ناظر. حسن، مرحبا بك. اهلا وسهلا. الحسن، اكيد ان فريق الوداد البيضاوي يعيش على ايقاع العديد من المستجدات. ماذا عن واقع فريق الوداد البيضاوي في بطولة هذا الموسم اذا ما قارن الوداد في المواسم الماضية؟ بطبيعة الحال ما نقدرش نرجعوا للماضي، ولكن كنستافدوا من الاخطاء وكنحاولوا نصلحوها. هذه السنه هذه كيف كنعرفوا كاين رئيس جديد اللي هو سعيد الناصري، مكتب جديد، الجمهور اللي هو رجع للميادين. فبطبيعه الحال ملي كتكون التغييرات الا باش تكون في صالح الفريق. لكن كيف كنعرفوا فريق الوداد الرياضي فهو فريق كبير، ودائما الجماهير اللي كتنتظر وكاع جميع الوداديين اللي كتنتظر هو يعني الفوز بالالقاب. والوداد يرجع لديك القيمه وديك الهيبه اللي كانت عنده. رغم ذلك فهو فريق كبير ويبقى دائما كبير. لهذا فالكل هذه السنه هذه منذ انطلاق يعني قبل كاع نقولوا البطوله الكل كيعمل يعني في صالح الفريق، وبطبيعه الحال باش ديك القيمه ديال الوداد تبقى دائما كيف كنقولوا قديمه ديال وداد الامه. الاكيد حسن، حتى مركز التكوين اللي يعني سنوات على التشييد ديالو وكتنتظروا يعني الافتتاح ديالو، كاين مدير تقنيه ولكن مركز التكوين ربما في غضون الاشهر المقبله غادي تفتتح رسميا. يعني شنو هي الاستراتيجيه حسن اللي موجودين ليه يعني بالتنسيق مع المدير التقني وكما قلت يعني سابقا مع الاطر المشرفه على الفئات الصغار ديال الفريق؟ ولكن كتشوف المركز ديال التكوين فهو جاهز يعني من جميع النواحي، يعني خاص غير يعني اللاعبين، ولكن حنا ما بغيناش نتسرعوا ولا نوقعوا في شي خطا. لهذا حتى الرئيس سعيد الناصري يعني مابغاش يتسرع من الناحيه هذه، لان باش خص يكون الوقت ديالو باش ملي يتفتح يعني المركز خصو يتفتح، ولكن خص يكونوا لاعبين يعني مؤهلين بمستوى ومؤهلين باش يبركوا يعني في المركز حتى اللي غادي يشرفوا على المركز يكونوا تما مؤهلين. ما بغيناش حنا نتسرعوا يعني نديروا العمل العشوائي. نعم اكيد. حسن، شاتي لواحد النقطه هامه هي الظروف ديال افتتاح مركز التكوين كتطلب مجموعه من الاشياء، من بينها يعني الاطر التقنيه اللي غادا تشتغل في هذا المركز خصها تكون مؤهله. والجميل يعني فريق الوداد البيضاوي كنشوفوا المؤطرين هما لاعبين اغلبيه ديالهم لاعبين سابقا فريق الوداد البيضاوي. وهنا كنتحدثوا يعني على مدافع فريق الامل اللي هو موسانداو، الهداف السابق فريق الوداد البيضاوي، اللاعب اللي لعب
لعبتي معاه يعني فريق الوداد البيضاوي، اليوم كيشتغل كمدرب ديال فريق الامل بمساعده هشام اللويسي. حسن، شنو هي القيمه المضافه ديال هذا اللاعب على مستوى فريق الامل؟ بطبيعه الحال فابو سانداو عنده قيمه كبيره، وبالنسبه لي في فريق الامل فهو الان يعني كيقوم بواحد العمل كبير. كيف كنشوفوا يعني كيدعم الفريق ديال الامل بلاعبين شبان، كيغامر بلاعبين شبان هما اللي كيلعبوا رسميين. يعني باش تغامر بلعاب زيد 97 ولا لعب ديال 96 ولا لعاب اللي جا من الكادي يلعب مباشره يلعب في فريق الامل، فراه ما سالاش. هو بالتجربه اللي عنده وديك الطريقه ديالو، فاللاعبين يعني فرحانين بالاشتغال معاه. خاصة حتى موسنداو يعني اشتغل في الديار السنغالية مع فريق جان دارك، وهاد الفريق اللي كنعرفوك يعني كتآمن او كتعطي أهمية بالغة للمسألة ديال التكوين. هذا بطبيعة الحال، علاش لا نستافدوا منه، ولا بان لي شي لاعب يعني في السنغال يكون شاب ويجلبوا الفريق. يعني هذه كلها حوايج اللي هي مهمة واللي هي في صالح الفريق. حسن، إلا سمحتي غنمشيو نتابعوا فقط زوم الخاصة عن الدولي السنغالي السابق موسنداو. إذا مشاهدينا، للتقارب أكثر من الهداف السنغالي الهداف السابق لفريق الوداد البيضاوي، سنتابع فقط زوم الخاصة بهذا اللاعب. Moussandao, ancien joueur international sénégalais, ancien joueur du Wydad surtout, 3 fois champion avec le WAC, champion d'Afrique, champion arabe, la Super Coupe, l'Afro-Asiatique, palmarès international, c'est 3 Coupes d'Afrique avec le Sénégal. هو الهداف السنغالي الذي كتب اسمه من ذهب في تاريخ الوداد كأفضل لاعب أجنبي يمر بفريق الوداد، وساهم بقوة في إحراز الفريق الأحمر لمجموعة من الألقاب المحلية والقارية. Je pense que c'était la crème du WAC à mon époque. C'était la crème, tout le monde était pratiquement issu de l'école du WAC. Azmi venait de l'école, Daoudi venait de l'école, Fadel venait de l'école, Benabicha venait de l'école, Mjid venait de l'école, Fertoud venait de l'école, Abrami venait de l'école, Naibed venait de l'école. C'était la crème du WAC, et c'est là, je pense que c'est cette génération aussi qui a rendu, je pense, qui a non seulement rendu les gens heureux, mais qui a écrit une des plus belles pages de l'histoire de ce club. Donc je pense que le WAC a de quoi s'appuyer. Les meilleurs résultats, c'est cette génération qui l'a fait. موسنداو يعود مرة أخرى لفريق الوداد، لكن من بوابة قيادة فريق الأمل بمساعدة المدافع السابق هشام اللويسي. الدولي السنغالي السابق تحدث بكل واقعية عن هدفه صحبة هذه الفئة التي تمثل خلف الفريق الأول. J'ai tout connu avec le WAC, j'ai pratiquement très jeune, j'étais ici. C'est ici que j'ai appris à conduire. Les meilleurs titres, c'est avec le WAC que je les ai connus. Pour moi, mon retour au WAC, c'est dans l'ordre normal des choses par rapport à tous ces anciens aussi qui ont donné au club et qui ont eu à servir. Je pense que par rapport à mon expérience, il fallait que je revienne pour essayer de donner aussi ce que j'ai vécu en tant que joueur, ce que j'ai vécu en tant qu'entraîneur, le donner à mes petits frères. وبما أن حدث الأسبوع الماضي ديبي 117 بين الوداد ورجاء، وباعتباره الهداف التاريخي لهذا الصدام البيضاوي، موسنداو يسترجع مع طاقم البرنامج تفاصيل وذكريات الديبي. Le derby, le match contre le Raja, qui atteignait une dimension extraordinaire, où j'ai eu la chance non seulement de marquer pratiquement à tous les derbys, mais c'est surtout aussi de me faire connaître par ce derby, parce que c'était un match que tout le Maroc regardait à l'époque. C'était pratiquement le seul qui se jouait. Donc ce jour-là, c'est pratiquement tout le Maroc qui était à l'écoute, qui était devant sa télé. Et j'ai eu à marquer l'histoire du derby, je pense, en marquant pratiquement à tous les coups. Donc c'est des matchs comme ça, c'est des images comme ça qui restent dans la tête à vie, qui sont gravées dans la mémoire même collective de tous les supporters du WAC que je rencontre encore et qui me parlent encore de ces moments forts. موسنداو التحق بالوداد هذا الموسم للإشراف على فئة الأمل، طموحه إعداد جيل من اللاعبين قادرين على حمل القميص من حجم فريق الوداد، خاصة على مستوى خط الهجوم.
الحدث بالنسبة لفريق الوداد البيضاوي خلال الأسبوع الماضي لقاء الديربي. أكيد حسن لقاء الديربي يكون بمعطيات خاصة، خاصة حسن لعب في مجموعة من الديربيات على مدار 5 سنوات. ماذا عن لقاء الديربي حسن؟ الديربي كتعرف دائما الديربي كيبقى ديربي رغم النتيجة ديال ولا يعني ما كتحكمش في ظروف ديال كل نادي. لا لان الديربي كيبقى ديربي، واخا بحال دابا تكون الوداد هي الاولى ولا الرجاء هي الاولى ولا النتائج في صالح الفريق ولا ماشي في صالح الفريق الاخر، دائما الديربي كيبقى ديربي لانه هو ديربي خاص. لا من ناحيه الفريق ولا من ناحيه يعني الجماهير حتى هي اللي كتلعب الديربي في المدرجات. نعم في لي تيفو كنعرفوا بان الديربي كنظن بانه من احسن 10 ديربيات في العالم. كنعرفوا بان تقريبا الديربي ولات عنده واحد القيمه كبيره لانه ولا دابا سهل ولا الانترنت ولات يعني تسوق بواحد الشكل اللي هو يعني ما كانش كما كان في السابق. بحال كبير ولاو حتى الاجانب ولاو كيجيو يتفرجوا في الديربي، يعني الكل ولا حتى التغطيه الاعلاميه الاجنبيه يعني ولات كتحضر في لقاء الديربي. يعني في المغرب ولا افريقيا ولا عربيا ولا عالميا الكل ولا كيتسنى الديربي، الكل ولا كيتسنى دوك اللي تيفو اللي كيتصاوبوا حتى هما. يعني كتعطي واحد الصوره، هذاك الديربي كيعطي صوره وغادي يعطي صوره للكاف حتى هي باش تعرف القيمه ديال المغرب والقيمه ديال الكره ديالو والقيمه ديال الجماهير ديالو. يعني لهذا والقضاء كذلك على تنظيم مباريات من هذا الحجم. بطبيعه الحال تنظيم المباراه من ناحيه يعني من جميع النواحي، من الناحيه الامنيه من الناحيه الصحيه، يعني من جميع النواحي. فهذا الديربي يعني جا في واحد الوقت مناسب باش تعطى درس يعني لاكاف باش يعرفوا القيمه ديال المغرب والقيمه ديال الكره المغربيه يعني من ناحيه الكره من ناحيه التنظيم. نعم حتى الديربي كيبدا بدايه الاسبوع بالنسبه كما ذكرتي حسن بين الجماهير ولا كذلك استعدادات الفرق. نبقاو دائما حسن الا سمحتي في الجانب التقني. الاكيد ان فريق الوداد البيضاوي هو المتصدر ب 17 نقطه، رجاء صاحب الصف في العشاء. بالتالي واش هذا المعطى مثلا بغى يخلي فريق الوداد اقوى على الورق، علما ان مثلا فريق رجاء هو اللي فاز باخر ديربي، ويعني الوداد اخر انتصار ديالو في الديربي هو موسم 2011 2012. العلم انا حاسس بان فريق الوداد البيضاوي هذا الموسم كان اقوى داخل الميدان ما كان محمد الخامس، يعني ما انهزم حتى شي مقابله وما انهزمش ايضا حتى خارج الميدان، يعني كان كيكسب بنتيجه تعادل ولا انتصار داخل الميدان. فبطبيعه الحال النتيجه الايجابيه بالنسبه لطبيعه الحال 3 نقاط اللي كتكون نتيجه مهمه بزاف لان غتزيد معنويا ولا ايضا من حيث عدد النقاط. وحتى التعادل هذيك النقطه كنظن غادي تكون حتى هي مهمه بالنسبه للوداد. ربما غيكون واحد الحسابات تكتيكيه خاصه ان جوزيه ماو يعني سبق وشطب على فريق الوداد البيضاوي، كيعرف الطقوس ديال الديربي. بالمقابل توشاك اول مقابله ديال الديربي هذا الموسم صاحبة الطاقم التقني ديالو توشاك هو كينتظر الديربي باش يعرف الديربي كيفاش دايز في المغرب. روماو عارف الديربي كيفاش داير، لكن روماو اللي دار فريق الوداد، ولكن الان فريق الوداد تبدل لاعبين اخرين مدرب اخر. يعني الوداد الان كيحتل الصف الاول، يعني هذا الشيء كله يعني كل العديد من الاشياء تغيرت على روما. بطبيعه الحال هو عارف الطريقه ديال الوداد، لان الوداد ولا توشاك عارف الطريقه ديال الرجاء لان جابوا تقريبا 9 ديال الدورات وعارفين شاهدوا المباريات، عارفين كل فريق كيفاش كيلعب الطريقه ديالو، عندهم فكره على جميع اللاعبين. فلهذا كنظن غتكون المباراه اكثر تكتيكيه على حاجه اخرى. سي حسن شكرا على قبول دعوه البرنامج، والى اللقاء على فرصه مقبله بحول الله ان شاء الله. مشاهدينا كيف جاءت مقابله الديربي وكذلك ما هي الكواليس التي سبقت صدام مدينه الدار البيضاء بين الوداد ورجاء سنتابعها في الفقره الخاصه بالمباراه، على ان القاكم بعد هذه المباراه. أجواء حماسية سبقت كالعادة الديربي 117 في تاريخ الوداد ورجاء. جمهور تحدى التساقطات المطرية الكثيفة وحضر إلى المركب الرياضي محمد الخامس من أجل متابعة قمة الدور العاشر من البطولة الوطنية الاحترافية. هو ما بقاش تعتبر ديربي ولا تعتبر عرس بيضاوي، أنه الجماهير لا في الملعب ولا في المنازل ولا في المقاهي تكون واحد الاكتظاظ
لا داخل الملعب لا تلقى مراهنات بين الودادي ورجاوي، ان المقابله تتسناو احنا طول السنه. تجوز المقابلات وين عاديين وين القيمه ديال الديربي عنده واحد النكهه خاصه، وان تتكون صراع لا بين في داخل الملعب ولا بين الجماهير من ناحيه الفرجه، انه حتى الجماهير تتبغي تعطي واحد ان بليس على الجمهور ديال مثلا رجاء على الوداد، والوداد تما كذلك. ان شاء الله الراجع غتربح 5-0 ان شاء الله. 5 جنوب الطنجه 5-0 شرطوا في الراجع 5-0. مدرب فريق الوداد لكرة السلة لفت الانتباه من خلال قيادته لجمهور الوداد في بعض الوصلات التشجيعية التي نشاهدها في مباراة الوداد لكرة السلة. Je suis Widadi pour 5 saisons et je suis toujours Widad. Every day I'm Widadi. Très important match pour toutes deux équipes. Je suis fier de mon équipe. J'espère que le match aujourd'hui avec le Raj et avec Widad finit une très bonne atmosphère sportive et que le gagne mieux. Widad. بعد الحضور الجماهيري الكبير، بعد الصورة الجميلة وبعد الجو الممطر الجميل، نحن جد مسرورين بفريق الوداد البيضاوي وباللعابه وفي الطريق المسار ديالو، وكتبان له التوفيق وكتبان له الروح الرياضيه بين الجمهور الرياضي الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي. الكل كان جاهزا لمتابعة واحتضان ديربي البيضاء، ونخص بالذكر أرضية الملعب التي لم تتأثر بالتساقطات المطرية حسب مدير المركب الذي أكد على جاهزيتها لاحتضان العرس البيضاوي. بالنسبة للعشب ديال المركب محمد الخامس والعملية اللي كنا درناها في هذا الشهر ديال أكتوبر، فهي الحمد لله عملية اللي رجعت بالنفع على الأرضية ديال المركب، والحمد لله رغم التساقطات المطريه اللي عرفتها المدينه الدار البيضاء طيله مساء الامس واليوم نهار كامل بواحد الكميات كبيره، فالارضيه ديال المركب محمد الخامس ما تضرتش، وغادي تكون مباراه في احسن الظروف، وما كاينش شي حاجه اللي غادي تقلق السلامه ديال اللاعبين ولا السلامه ديال المتداخلين. الجاهزية وصل صداها إلى الزملاء الإعلاميين خاصة المعلقين لحظات عن انطلاق ديربي مدينة الدار البيضاء الذي أصبح مادة إعلامية تسوق لدى وسائل الإعلام الأجنبية. نسب المشاهدة كتكون مرتفعة والأجواء ديال الديربي كتكون جد متميزة، فالمعلق ضروري أنه كيعيش واحد البريسيون اللي خصو يتخلص منها، يا إما بتجربة يا إما أنه يكون محضر بشكل جيد باش انه يعيش اجواء لانه ما كيعيشهاش طيله السنه مره او مرتين، فهي كتكون اجواء استثنائيه كالحكم كاللاعب. اجواء سبقت وصول الفريقين الى الملعب. الوداد وعكس ما تردد طيله الاسبوع عن بعض الغيابات حظى مكتمل الصفوف باستثناء الحارس بن عاشور الذي اجرى عمليه جراحيه ويحتاج بعض الوقت للعوده من جديد الى الميادين. بالنسبه الحاله الصحيه ديال اللعابه كان عندنا شويه ديال المشاكل من بعد ما رجعوا لنا شويه ديال اللعابه من ليكيب ناسيونال وداك الشيء شويه ديال لي بليسور، ولكن الحمد لله بجهد الله وبالخدمات ديال الطاقم الطبي والطاقم التقني واللعابه تا هما تعاونوا معنا، الحمد لله كلشي رجع دابا ليكيب لا 100%. كاين الحارس بن عاشور اللي جرات ليه عمليه، ولكن الحمد لله عقيد راه كاين في الفرقه، والحمد لله لا خوف على الوداد. Aujourd'hui surtout être tranquille. Essayer de maîtriser le jeu. Je crois que c'est la consigne que Toshak a dit à tous les joueurs et c'est le plus important pour un match comme celui-là, très important. بالمقابل غيابات رجاء تحكمت فيها الاختيارات التقنية للبرتغالي جوزيه ماو الذي قدم صحبة الطاقم التقني آخر تعليمات للاعبين بمستودع الملابس لحظات عن انطلاق القمة. آخر تعليمات اللي كاينه هو أنهم يكونوا حاضرين في الملعب، يكونوا يعني هما اللي بريميرسيو البالون ان شاء الله، ويحاولوا انهم يمشيوا للقدام باش يمشيوا للتسجيل ان شاء الله التهديف، باش يديروا مقابله في المستوى، باش يرجعوا الثقه للفريق والجمهور ديالهم ان شاء الله في هذا اليوم هذا. كتعرف اليوم الارضيه مبلله، يعني تكون تكتيكيه اكثر من في وسط الميدان، قلنا باش نعتمدوا على السرعه والتمريرات فيما بيناتنا، يعني باش نخلقوا الفارق بين الفريق الوداد البيضاوي باش نسجلوا ان شاء الله. إصابة في مدرجة الوداد، إصابة في المكانة. لحظة صعود الفريقين إلى أرضية الملعب الجمهور الغفير تفنن وأبدع على مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس مسرح الديربي في صور لا تحتاج إلى تعليق بقدر ما تحتاج إلى التحية والتقدير.
المقابلة انطلقت بحذر كبير وبحسابات تكتيكية من الجانبين. جوزيه ماو المتعود على أجواء الديربي وجون توشاك الذي يشرف على أول ديربي بيضاوي. 8 دقائق عن نهاية الشوط الأول إبراهيم النقاش يستغل تهاون هيلاي كوكو على مستوى وسط الميدان ويقدم كرة إلى الزئبق والهداف رضا الهجوج الذي أسكن الهدف في الجهة اليمنى لخالد العسكري لتنطلق الاحتفالات بمدرجات الوداد. كان واحد الانضباط تكتيكي حاولنا اننا ننفذوا خطط المدرب بالحرف اللي صراحه هذا المدرب اللي كيلعب دور كبير في النتائج الايجابيه اللي تحققها فريق الوداد البيضاوي هذه السنه، فالحمد لله ما خيبناش الله، استطعنا نفرحوا هذا الجمهور اللي كنشكروه بزاف. دقائق عن انطلاق الشوط الثاني بكاي كوني وبتسديدة مركزة سيتمكن من توقيع ثاني أهداف المقابلة. صراحة باش نحسبوا 3 نقاط في هذا الديربي هذا صراحة عطينا واحد الإضافة باش نكملوا إن شاء الله في البطولة، وأنا كنشكر الجمهور هذا اللي جا ساندنا رغم هذا الجو هذا وباتوا من البارحة في المدرجات باش يساندونا. أنا كنديهم 3 نقاط كنوعدهم باش غننافسوا على البطولة إن شاء الله. لاعبو رجاء تحسن أداؤهم نسبيا خلال الشوط الثاني، ضغطوا وبحثوا عن تقليص الفريق ليوقع هشام العماني هدفا بالخطأ في مرمى زميله محمد العقيد. الحمد لله قمنا بمقابلة ممتازة على جميع المستويات، سجلنا هدفين كان بإمكاننا أن نسجلوا أكثر، ولكن لسوء الحظ الحمد لله أنا ما خيبناش هاد الجماهير الفترات الصباح باش تساندنا. نتمنى إن شاء الله أن نلقاو غادي في نفس المنوال. هدف لم يمنع رجاء من تلقي الهزيمة في مقابلة انتهت بألوان حمراء وأعلنت عن احتفالية كل مكونات الوداد. هذا فوز معنوي وغيعطينا واحد الشحنة إضافية باش غنمشيو للبطولة وغنقدروا نديو البطولة اليوم. أنا كنقولها غنقدروا نديو البطولة وكنهدي للفوز، هذا الفوز هذا لجميع أعضاء المكتب المسير وخاصة السيد سعيد الناصري اللي رد الفريق من بعيد. كتعرفوا شنو داز على الفريق شحال هادي، ودابا حنا غنبداو نعيشوا احلى ايام الوداد وسنربط الحاضر بالماضي وديما وداد. الوداد يعود لينتصر في مقابلة الديربي بعد آخر فوز في موسم 2011-2012 معززا بذلك سلسلة انتصاراته بالمركب الرياضي محمد الخامس والتي وصل عددها ل5 انتصارات، ومعززا بذلك زعامته لترتيب البطولة الوطنية الاحترافية. لتذكير مشاهدينا في ديربي الأمل بين الوداد ورجاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. في الختام مشاهدينا يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني وكذلك الموقع الاجتماعي الخاص بالبرنامج. إلى اللقاء.